زمن الخبر والنت والألوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. قال الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير مش غش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحكي بيها خبر، هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم. وعشان ده زمن الخبر والمستحيل اللي مات، فلتحيا مصر يا عم ولتسقط الإشاعات. أصدقائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من لعبة الكراسي. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما بخير. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة ونشوف الكراسي اللي معانا. هنبدأ النهاردة بكرسي المذيع، والحقيقة إن الكرسي المرة دي هو اللي جالنا، مش إحنا اللي دورنا عليه. تعالوا نشوف الفيديو ده عشان تعرفوا إن هو اللي جالنا بنفسه، مش إحنا اللي رحنا له. انا لو جبت سيره ماسبيرو تاني ابقى غلطان. كل الناس بعتالي المبنى اللي رباك وبتاع ده، كان يبقى ليا الشرف. انا متربي في الشارع. حضرتك غلطان يا أستاذ عمرو، أنت جبت سيرة ماسبيرو وبكل أسف وإحنا بنتفرج عليك اتصدمنا من كمية تعالوا نشوف. لو انا قررت ان انا اجي مره كل اسبوع والرئيس بتاعي ما عندوش مشكله، فما فيش مشكله عندنا كلنا. انما انا لو غبت 5 دقايق الرئيس بتاعي بيعمل لي حدوته كبيره جدا ان انا غبت 5 دقايق. انا بسال بس سؤال مهم، هو الرئيس بتاعهم ليه ما بيقول لهمش لو سمحتم تعالوا كل يوم بدل ما تيجوا 4 ايام في الشهر؟ انتوا الناس بتروح مجموع ساعاتهم 4 5 ايام في الشهر. يا ريت عندنا هنا والله نبقى كنا ننبسط جدا. حضرتك غلطان يا أستاذ عمرو، دي أول غلطة. الخبر قدامك أهو بيقول جملة ساعات العمل، يعني بحسبة بسيطة كده حضرتك بتطلع 5 أيام، كل يوم 3 ساعات، على مدار الشهر تبقى بتشتغل 60 ساعة، يعني بتشتغل في الشهر 2.5 يوم. ليه بقى الزيطة اللي انت عاملها دي؟ ادينا يا سيدي طلعنا بنشتغل اكتر منك. ده انا بحاول اخد يوم ناقص من ال5، يعني انا كنت متفق معاهم في المحطه ضحكوا عليا، متفق على 4 ايام شغلوني 5 من اول يوم. بحاول اقول لهم خلوهم 4 بس مش عارف. انا لو جبت سيره ماسبيرو تاني ابقى غلطان. نيجي لتاني غلطة في نفس الفيديو عملها برضو أستاذ عمرو. في النايل لايف، في النايل كوميدي، في النايل سينما، في النايل الثقافية، في النايل نيوز، في النايل سبورت، في النايل، كل النايلات ديت. طب ايه يا جماعة؟ طب ما تخلوهم نايل واحدة. حضرتك غلطان يا أستاذ عمرو، مش عاجبك نايل لايف ونايل كوميدي ونايل سبورت ونايل سينما، لكن أكيد عاجبك أون لايف وأون دراما وأون سبورت وأون بلس. طالما مش عاجبينك بتقلدونا ليه؟ وبعدين ايه قناة الأسرة والصحة دي؟ جبتها منين؟ أي كلام يا عم الحاج بتقول. وقناة الأسرة والصحة اللي هي بتاعت السكان، اللي احنا عندنا انفجار سكاني ومفيش أي توعية. أنا لو جبت سيرة ماسبيرو تاني أبقى غلطان. حضرتك برضو غلطان يا أستاذ عمرو، واسمعونا بقى عشان نوضح للأستاذ عمرو اللي هو ما يعرفوش. أنا لن أناقش أرباح أو خسائر ماسبيرو أو ليه، وإنه دي جهة خدمية وهذا ليس إعلام يهدف للربح، ولا كل ده أنا مش هتكلم فيه، ولا إيه الأسباب ولا أي حاجة. وكل محطات مصر هم أبناء ماسبيرو، كل ده أنا معاكم فيه. بص يا سيدي، التلفزيون اللي مش عاجبك بيعمل كده. تلك الثورة التي قادها الزعيم أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق وأعوانه بدأت بسخط من الضباط المصريين ضد قادتهم الأتراك، وتصاعدت ذروتها في 9 سبتمبر عام 1881. إنما برنامجك بيعمل كده. لا احنا بنقصد على لا انا المعلومة اللي هتطلع. بص يا استاذ عمرو، وبص يا مشاهدين، كل اللي هللوا لكم دول خلي حد فيهم يطلع يقول لنا الزعيم احمد عرابي عمل ايه في اسكندريه لما جه انسحب منها. بس التلفزيون اللي مش عاجبك برضو بيعمل كده.
على بعد 8 كيلومترات جنوب طابة تقع جزيرة فرعون التي تشتهر بوجود قلعة صلاح الدين الأيوبي التي أنشئت في القرن الثاني عشر الميلادي وتعد الأثر التاريخي الأشهر بجنوب سيناء. في القرن الثاني من الألفية الثانية شيدت بالحجر الناري الجرانيتي المأخوذ من جزيرة فرعون التي هي عليه قلعة صلاح الدين الأيوبي بطابة. لكن انت برنامجك بيعمل كده. خلينا نستفيد. هو صلاح الدين ايه غير اللي احنا شفناه؟ مش هو ده الناصر صلاح الدين هو اللي راح عالج ريتشارد قلب الاسد ووقف قدام الصليبيين مش هو ده لا، صلاح الدين واحد من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني. أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني؟ عملت لك منشطة عشان بكرة بقى هتطلع الجامعة. لا مش منشط، أنا بتعلم. أنا لو جبت سيرة ماسبيرو تاني أبقى غلطان. حضرتك غلطان برضو يا أستاذ عمرو. بالمناسبة نسينا نقول لك إن اليومين ونص بتوعك اللي بتشتغلهم منهم على الأقل 5 ساعات أكل. ناس كتير يقول لك ايه البيض المسلوق مع الفول يتحط على الفول. لا، انا بحطه على الطعميه وهي سخنه. احنا ورانا ايه؟ انا بيديني فلوس عشان اكل. حمص. عايز حاجه حرشه فيها ايه؟ الفلفل المملح. صوتها حلو قوي. زي ما حضرتك شايفين بنضرب اكل عادي جدا. بس بقى مكرونه ممكن اشرح لكم حكايه. بتيجي بعد ما تعمل الاساس بتاعك الكشري دايما المكرونه اغلى من الكشري. هي دي العلبه كده بتبقى انا والشيف يا باشا بس كده. يا لهوي مش عارف اتكلم. نكمل بقيه السعرات الحاجات. طعمه وحش. لحمه مش حلو، لكن ده بيبقى صغير. في عندنا انواع طيور مهاجره. كل سنه وانتم طيبين. القتيل وصل. يا ناس يا عسل القتيل وصل. يديك وصل. انا لو جبت سيره ماسبيرو تاني ابقى غلطان. خلاص بقى يا أستاذ عمرو، عرفنا إنك غلطان. ما تعملش كده تاني، ها يا شقي. ماشي؟ ها؟ سوبر إشاعة. معانا النهارده السوبر إشاعة، الإشاعة اللي استمرت طوال سنة 2017 ودخلت معانا 2018، ولا لقينا حد يأكدها ولا حد ينفيها، رغم إنها تخص أكبر نجم في مصر. ويا ريت يا ريت أستاذ عمرو أديب يتفرج على الفيديو الجاي عشان يعرف يعني إيه التلفزيون المصري. بنلتقي بالصوت اللي رشحه لينا الفنان هاني شنودة. بتمنى انه يكون عند حسن ظنه واعرفكم عليه فورا. عمرو دياب. خريج ايه يا عم؟ انا طالب في المعهد العالي للموسيقى العربيه. سنه كام؟ في اولى عالي. يعني ايه اولى عالي؟ يعني في اعدادي بعد الثانوي وبعدين اخد اولى بعديها. نجم الإشاعة النهارده الفنان عمرو دياب، والإشاعة إشاعة جواز، وكان طرفها الثاني الفنانة دينا الشربيني. الإشاعة ابتدت من ألبوم عمرو دياب الجديد وأغنية برج الحوت. هاجت الهوجة والحق يا جدع دينا اتجوزت عمرو، والبرامج اشتغلت. نجم بقى ولازم نفرد ساعات الهوا عشان تغطية الإشاعة. قضية اجتماعية مرتبطة بنجم كل الناس بتحبه، هو النجم الكبير عمرو دياب. شائعة زواجه مش زواجه. احنا اشتغلنا اعلام شويه، يعني اشتغلنا صحافه شويه. مفيش حاجه ملهاش اصل، يعني مفيش حاجه ملهاش اصل. طيب زواج عمرو دياب من ممثله درجه تانية خارجه من السجن من عام ونص. المفاجاه دينا الشربيني مرايه الحب عاميه يا اولاد زغروطه حلوه وبس الباقي احتفظ بيه لاوان. طلع والد دينا الشربيني في خبر منشور في موقع مصر اليوم بيقول انه بينفي شائعات زواج ابنته من عمرو دياب. تسربت بعض المعلومات انه الحفل ما كانش حفل عيد ميلادها، لا ده كان حفل باحتفال بالزواج. ده حصل
في مارس 2017 اهي، يعني حاطه كده على كتفه، وشها مش باين، وكان ده في حفل زفاف رجل اعمال شهير. والله لا احبك موت واحب برج الحوت، والناس قال لك ان هي دينا الشربيني برج الحوت، فعمرو دياب بيغني لها، وناس طلعت قالت يعني مش صحيح في الالبوم بتاعه بتاع معدي الناس. برامج تانية اتعاملت مع الموضوع بمهنية خبرية، وجابت الأطراف المسؤولة والمتحدثين الرسميين عشان يعرفوا الحقيقة. عمرو دياب اللي احتفل بعيد ميلاده. هتقول لي عمرو دياب ودينا الشربيني؟ مش انا اللي بقول بقى، مصر هي اللي بتقول. السوشيال ميديا السوشيال طبعا، ميديا في كل حته. كان في جدل كبير جدا على السوشيال ميديا امبارح. كان في جدل مش امبارح بس يا رامي، الحقيقه هو بقاله فتره جدل داير حوالين قصه زواج الهضبه وعمرو دياب من الفنانه دينا الشربيني، والحقيقه انه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا بينشروا الخبر وبيشيروه دون التاكد من صحته. لكن امبارح خرجت هدى الناظر مديره اعمال الهضبه عمرو دياب ونفت كل الاخبار المتعلقه بشان زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، وقالت كمان انه عمرو دياب لا يشغل باله اي شيء حاليا سوى التجهيز لالبومه الجديد. وبرامج تانية راحت تألف في الماضي رغم ان الماضي كان كله جراح. في بينا عشرة، كنا بننام جنب بعض في نفس السرير، معقوله بعد ما نتطلق نتصرف كاننا ما نعرفش بعض؟ من اول ما اتطلقتوا وانتوا اصحاب؟ يعني اكيد احنا زي اي اتنين طبيعيين كنا بنزعل من بعض، بس الزعل حاجه وان احنا مش هنقاطع بعض طول عمرنا، ما ينفعش. بس لما قالوا لك تعالي عيد ميلاد رحتي؟ اكيد طبعا. عمرو بقى ظهر في فيديو مع فريق عمله الجديد عشان الناس تهري كمان وكمان. ما تستغربوش يا جماعة إن الإشاعة طالت واستطالت ودخلت في سنة كاملة. دينا يبدو إنها متعودة على الفقرات الطويلة في الخطوبة من زمان، يعني لسه الموضوع مكمل معاها. أطول علاقة قعدت فيها كانت كم؟ 6 سنين. 6 سنين، دي العلاقة الوحشة ولا الخطوبة؟ لا ده جميل. احنا أصحاب جدا دلوقتي. بعدكم أصحاب جدا جدا. كنا أطفال يعني اتعرفت عليه وانا في الجامعه كان عندي 17 سنه، اتخطبنا وانا عندي 19 سنه، وسيبنا بعض وانا عندي 22. وبما اننا جبنا سيره الجواز بنبارك للفنان مصطفى فهمي اللي اتجوز وخلى نص شباب مصر يغنوا. ببص لروحي فجاه لقيتني كبرت فجاه ونزلت دمعتي. يا جدع بترقص، دي الشباب بتاخد حقن اعصاب. كرسي الضيف. على كرسي الضيف النهارده الدكتور. مرة واحدة لقينا كل الشاشات ومحطات الراديو بقى عندهم دكاترة، مفيش محطة تفتحها إلا وتلاقي فيها برنامج مستضيف دكتور، وهاتك يا أرقام تليفونات، إيش عيادات وإيش مستشفيات وإيش منتجات. اللي انا بستغرب له الدكاتره دي بتجيب وقت منين عشان يروحوا عياداتهم اذا كانوا مقضينا هوا في هوا كده. وعرفت الحقيقه من الاستاذ تامر امين. لازم يتقال للناس ان دي برامج اعلانيه. صح ان يعني دي برامج اعلانيه. ما هي برامج اعلانيه بالظبط، لازم نبقى اونست، لازم نبقى واضحين. بص يا استاذ، للاسف لا الدكتور اللي بيبقى حاضر ولا المذيع او القناه بيعلنوا ان ده برنامج اعلاني. هو ده السبب. تلاقي دعايه عن حاجات
منتجات غير مرخصه. صح. مش عارف علبه ايه اللي بتعمل ايه للرجاله، وعلبه ايه اللي بتطول الشعر وتخدر العيون. يعني حاجات ولا يصح في مجتمع بيحترم نفسه ان يبقى عندنا هذا السيل من الاعلانات عن المنتجات الصحيه. المصيبه يا جماعه ان الفوضى ما بقتش بس اعلانات ولا منتجات، دي بقت بتمس صحه كل مواطن مصري. ناخد نموذج باختصار من فتره قريبه، برنامج هنا القاهره للدكتوره بسمه وهبي استضافت مخترع علاج السرطان اللي مترشح لنوبل. النهارده معانا طاقة نور وطوق نجاة، لعل وعسى أن نبعث الأمل في نفوس مرضى السرطان. هنشوف ونسمع ونتناقش مع مكتشف علاج مرض السرطان الدكتور مخلوف محمود، أستاذ الكيمياء بجامعة الأزهر، صاحب الاختراع. أهلا وسهلا يا دكتور. فالحمد لله كان لنا نصيب ان احنا سجلنا براءة اختراع محلية سنة 2000، ثم من سنة 2000 تجارب عملية تمت في جامعة اسكندرية ومركز قومي بحوث ومعهد الاورام. معلش، براءة اختراع فين يا فندم؟ هنا حضرتك سجلتها في مصر. في كهرباء بس علمي. ثم سجلنا BCT دولي. الكلام ده من سنة. بإيه حضرتك سجلته بإيه؟ سجلناها كتريتمنت اوف كانسر، علاج السرطان. دي علاج للسرطان. مراحل مهتمه وعارفه بالعلاج ده. اكيد والحمد لله كان في نشر تم في 9/11 وده اللي اعطانا الحقيه الدوليه ان احنا بعتنا هذا النشر لمؤسسه نوبل وتم دعوتي لحضور المؤتمر في 9/11 والحمد لله. يعني حضرتك كمان متقدم بيه لنوبل. احنا بعتنا هذا الموضوع الى المؤسسه وتم دعوتي لحضور مؤتمر اللي هو زي فوتشر ذات راس اللي هو مستقبل الحقيقه العلميه في جوتنبرج. بس الفيزا اتاخرت شويه يعني، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي تخلص ويتم السفر. لان معانا عالم بهذا الحجم وهيوصل لنوبل والناس احنا ما نعرفش والناس ما تعرفش ليه، يعني ده تقصير منين؟ فين الجهات المسؤوله في الموضوع؟ بعد شويه في الحلقه اكتشفنا من ثوره الدكاتره على التليفون ان العلاج وهمي ونصب في نصب والترويج ليه جريمه. لكن دواء حضرتك ده مكمل غذائي ما هوش دواء ولا يجب الاعلان عنه نهائيا، وهذا يعاقب عنه القانون. في انديكيشن موجود في البامفلت بيقول انه بيساعد يا دكتور في هذه الامراض، موجود من كندا. انا بحيي طبعا الدكتور محمد عز العرب تحيه خاصه جدا. اهلا دكتور محمد. والدكتور خالد مجاهد والدكتور نبيل عبد المقصود والدكتور هشام فتحي، الناس اللي اتكلموا علم، الناس اللي اتكلمت علم. لكن اللي انا شايفه ده لا علم ولا دين ولا اخلاق ولا اي حاجه خالص. لا بس ده كلام وانا مع احترامي ارجوك ما حدش يقاطعني، الله يخليك. انا هتكلم كلمتين واقفل وبعدين انتوا كملوا التهريج بتاعكم براحتك. انا بقول ايه؟ معلش حضرتك، بس انا برفض المسمى ده لانه حضرتك بتجمع لا 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 لا, لا انا بتكلم على اللي عارض العرض. انا راجل قانون وفاهم انا بقول ايه يا دكتوره بسمه. مشاهد محترم بعت للبرنامج فيديو للمخترع بيعمل ايه؟ بيبيع الدواء، قصدي بيبيع الهوا. المذيعة ما لقيتش قدامها غير تقفل الحلقة بداعي المهنية، وتقريبا كانت عايزة تعتذر بس لسانها ما طوعهاش. الحقيقة يعني أنا اللي شايفاه إنه أنا النهاردة مش هقدر أقول من مكاني ده إنه إن أنا أقدر أقول إنه ده علاج لمرض السرطان. هو مجرد فكرة مش مكتملة علميا، وإنه فعلا قانونا لا يبيح القانون للأستاذ أو الدكتور مخلوف إن هو يعالج مرضى السرطان. وأنا من مكاني ده النهاردة بأؤكد على كلام الدكتور عز العرب، بقول إنه ما ينفعش إن إحنا كل بني آدم وكل مصري عايش على أرض الوطن ده ما ينفعش إنه يبقى حقل تجارب، وإنه الأسوأ إنه أنا أجرب عليه، والأسوأ إنه أنا أقول له أنت لو مريض خد الدواء ده عشان يعالجك، زي ما الاتصالات اللي حصلت وطلعت في التليفون. وأتمنى إن هو يتوقف النهاردة عن علاج الناس أو المرضى اللي بيعالجهم، بيديهم ممكن نقط، بيديهم مكمل غذائي، لأنه حتى هذه اللحظة محدش عارف هل ده بيفيدهم ولا بيضرهم. وده بيخليني النهاردة أسأل فين الجهات المسؤولة؟ فين وزارة الصحة؟ فين وزير الصحة؟ للأسف ما زالت فوضى العلاج الوهمي مستمرة. أشوفكم بكرة وتصبحوا على ألف خير. ببساطة كده كلمتين وخلاص،
واللي باع واللي اشترى والمواطن ليه ربنا. الناس فاض بيها يا جدعان، وبقت تشتبك مع الدكاتره الفضائيين على الهوا. اكبر خطا يا فندم اللي بيحصل ده، احنا لازم نصنف البرنامج ده هل هو علاج بالدين او بالفقه او بتفسير القران او بتفسير الاحاديث. لازم تحدده بالظبط انت بتمشي في انهي خط. ما ينفعش حضرتك تاخد حته من الشرق تحطها في حته من الغرب وتعيش في دور اللي هو اما تتزنق في حته اهم حاجه الكاميرا تيجي عليك وتروح قلبها ده في القران كذا، القران كذا، الايه دي نزلت في موضع معين في حادثه معينه، ما ينفعش حضرتك تاخدها تطبقها على تطبيق نفسي. تاني حاجه حضرتك بتقول الملفات في عياده حضرتك سريه لدرجه ان المساعدين بتوعك اللي هم بيشوفوا المرضى بتوعك ما بيعرفوهاش. طب لما انت لازم عارف ان اساس الطب النفسي هو السريه، انت عمال تكلم الناس على الهوا، انما كده مش طب اللي انتوا بتعملوه ده، لا هو طب ولا هو حاجه، وسب في التاريخ كله اللي بيحصل، مفيش كده. ما تبصليش وتضحك، انت عايز اللي يعالجك والله. طب انا عندي اقتراح، الدكاتره طالما بيحبوا الاعلام قوي كده يفكوهم من البرامج الطبيه ويقدموا نوعيه تانية، مثلا ستاند اب كوميدي. من ضمن الحاجات اللي بتجنني جدا وانا بقلب بلاقي حوارات طبيه غير منضبطه، حوارات طبيه غير سليمه على الاطلاق، حاجات بقى تجيب لك تنميل في الاطراف، رعشه في العين اليمين، تنميل في الودن الشمال. من ناحيتنا ومن طرفنا هنساهم في حل المشكله، وعملنا لكم فقره طبيه اجتماعيه لوزعيه مع الدكتور عارف عرفه، واللي عشان مشغولياته ما بيحبش الاعلام، لكن احنا عشان بنحبه وهو بيحبنا ضغطنا عليه وجبناه عشان الفايده تعم عليكم كلكم. أعزائي المرضى، أهلا بيكم على الهوا. أنا جاي أديكم حبة نصايح، وطبعا أنا برحب بكل اللي بيزوروني في العيادة سواء كانوا كشف أو استشارة، وبقول لهم كلامنا النهاردة على المحارة. للي ما يعرفنيش، أنا الدكتور عارف عرفة، معايا الزمالة لأن كل الدكاترة زمايلي، وحصل على الصداقة لأني صديق كل متضايق. ونبتدي معانا نصايحنا. عنوانك من ضحكة سنانك. وطبعا احنا عندنا 3 أنواع من الضحكات، ضحكة بيضة ودول عادة أقلية، وضحكة صفراء ودول بيبقوا حالات نفسية، وضحكة سوداء ودول بتوع كله على كله، يعني بتوع السجاير واللي بيقعدوا يرولوا. اللي اسنانه معوجة ودول كتير، أنا بقول له أنت عفوا ما ربيتش، لأن اسنانك عاملة زي تربية ابنك بالظبط. ربيت ابنك عدل هيطلع عدل، ربيته عوج هيطلع عوج. طبعا انت خلعت ضرسك وهتروح تعمل لي زي الخزعبلات القديمة وتقول بهطل لطيف يا شمس يا شموسة خدي سنة الحمار واديني سنة الجاموسة. يا حبيبي إذا كنت أنت سنتك حمار ومش عارف تشيلها في جيبك، بقى بالذمة الشمس هتاخدها ارميها لأي حيوان ياكلها، ده لو رضي. شكرا. بالنسبة لعمليات التجميل سواء شد أو نفخ أو صب حسب اللي موجود، أنا بنصح فناناتنا ما يروحوش لبنان تاني، لأن الدكتور اللي هناك ما عندوش غير قالب واحد بس وهو اللي بيشدهم عليه، وده بيعمل مشكلة إن الفنانات كلها بتيجي شبه بعض، أو بيحصل مشكلة في المطار تبقى الست خارجة الحاجة عبده بترجع زيزي عبده. التخسيس بالرياضة والجيم، أقول لك تخسي في 10 أيام بالرياضة، مش عارف جهاز إيه، الكلام ده كله ولا بيجيب فايدة. عشان كده بنصحك لو الموضوع بالرياضة، كان الأرنب هذا الشخص المهايبر والحيوان الطيار اللي تحس إنه واخد هرمونات بيموت بعد سنة بعد كل النشاط ده كله. والسحلفة اللي ما بتحركش أي عضلة في جتتها ما شاء الله بتعمر، أصحاب الشقة بيموتوا وهي تقعد في البلكونة تقرقط في الخص اللي باقي يبقى قابلوني. وبالنسبة للأسئلة اللي جات لي بخصوص الشعر، بالنسبة للرجالة بقول لهم الموضوع بالنسبة لنا منتهي، مبدأنا معروف، لو كان الشعر عزيز ما كانش طلع فين؟ في المعيز. برافو عليكم. فطبعا مبدأنا معروف، موس وحلقة وتجيبها زلبطة، دي كده خلصت وتوفر أجرة الحلاق. إنما طبعا هتقول لي التجارب اللي حصلت زي زبل الحمام، لا، بتقعد ريحة زبل الحمام في دماغك وشعرك بيطير زي الحمام. أما بالنسبة بقى للسيدات، طبعا شعرك هو تاجك، عشان تاجك يلمع نرجع بقى لزمان. فاكرة؟ الشمس، جاز، ماما، الحاجات اللي بتقع كل التفاصيل دي هي اللي تخلي شعرك. احنا لما سيبنا التقاليد دي اختفينا. انما طبعا لو الست يعني نقدر نقول قرعه، انا بقول لها انت على تراك الشهره طبعا انت مشرفه المنطقه لان دي شقه القرعه
ومشرفه عيلتك، ده جوز القرعه، دول ولاد القرعه، فانت في محك الشهره اللي بنحاول نوصل له بالفلوس. بالنسبه للروشته انا بنصحك، الروشته ان زادت عن نوعين دواء اعرف حاجتين، اما الدكتور بيحلق على المرض لانه مش عارف حاجه، واما انه شريك في الصيدليه اللي تحت منه. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. سنة جديدة يا رب تكون سعيدة عليكم، واستنونا دايما نلعب مع بعض في لعبة الكراسي. أصدقائي ولا لاقي حد يأكدها ولا لا. نجم الإشاعة النهاردة الفنان عمرو أديب، والإشاعة إشاعة جواد. صح، حفظته عم. حاضر بقى عشان أروح أقولها. وبرامج تانية راحت تألف في الماضي، رغم الماضي ده كان كله جراح. لا عادي ما بلاش نتكلم جراح. ببص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. طبعا انا برحب بكل اللي بيزوروني سواء على المونيتور. طيب خلاص. انا شايف نفسي جميل في المونيتور. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد شويه في الحلقه اكتشفنا من ثوره الدكاتره كده. انا مش عارف انتوا اللي شايفيني، انا شايف المونيتور، بس قصدي انتوا شايفين اكتر يعني.